السلام عليكم واهلا بيك في فيديو اسئله 4 على القناه. من غير اي مقدمات انا عايز ابدا في الاسئله على طول، لان المره دي في شويه اسئله حلوه كده اتسالت لي، والصراحه اسئله كتير جدا، فعشان هجاوب على كل الاسئله اللي اتسالت لي خلوها من غير اي مقدمات نبدا على طول في الفيديو بتاعنا. اول سؤال معانا بيقول افضل واشهر الجروبات اللي اقدر ابيع فيها منتج ما اتفتحش اصلا ووارد خارج بدون بخس ثمنه. بص، اول حاجه انت بتقول بدون بخس ثمنه، يعني من الاخر انت عايز تبيع بسعر كويس من غير ما تبيعه لتاجر، يعني تبيعه لنفسك من شخص لاخر، ما تبيعوش لتاجر، لان التاجر طبيعي هو مش فكره بيبخس ثمنه، هو فكر انه لازم يقلل من السعر عشان يعرف يحط هو مكسب. فلو انت عايز تبيع انت بنفسك من غير ما تبيعه لتاجر ولا كده، نصيحتي ما تبيعوش على جروبات. انت هتلاقي في جروبات كتير جدا، هتلاقي جروبات بتاعت مول البستان وسوق العصر وشارع ال20، في جروبات كتير قوي معموله للبيع، لكن انا من خبرتي بقول لك احسن حاجه عشان تريح دماغك وتبيع على طول، اعرضه على الماركت بليس بتاع الفيسبوك واعرضه على اوليكس. ما تعرضوش على الجروبات بتاعت الفيس اللي صدقني ملهاش اي لازمه وتعب على الفاضي. انت الاحسن ان انت بس تصوره صور محترمه، تكتب المواصفات بتاعته، تتاكد من التفاصيل قبل ما تعرضه، وتدخل تعرضه على الماركت بليس اللي في الفيسبوك او على اوليكس. دول احسن مكانين تعرض فيهم في الوقت الحالي. السؤال بعد كده بيقول افضل لابتوب في حدود ال 12 ل 13000، ويا ريت لو اقل في حدود ال 10000. الاستخدام هيكون عباره عن فوتوشوب وإيديت خفيف، ورايي في لابات الديل اكس بي اس، وهل هي افضل في الديل بريسيشن ولا لا من حيث المواصفات وكده. اول حاجه بالنسبه لافضل لابتوب لو في حدود ال 10000، افضل لابتوب في الفئه دي هي الزد بوك ال 15 جي 3 الاتش بي اللي بيجي بكارت شاشه اي ام دي 2 جيجا، بيكون حاليا في متوسط ال 10500 ل 11000 جنيه. طب لو هنعلى شويه فوق ال 11، لو هنطلع لحد 12 مثلا، هنجيب اللينوفو ثينك باد بي 50 اللي بكارت ام 2000 ام 4 جيجا. كل اللابات دي هتكون كور اي 7 من الجيل السادس، او ممكن برضو لو عايزه حاجه تكون اخف شويه في الوزن وارفع والشكل والكلام دوت، فممكن الديل بريسيشن ال 5510 ده برضو كويس جدا، بس مع العلم ان كارت الشاشه بتاعه 2 جيجا، انما لينوفو ثينك باد بي 50 4 جيجا. من حيث الاداء اللينوفو البي 50 افضل، من حيث الوزن والكلام دوت فالديل بريسيشن ال 5510 افضل. بالنسبه لنقطه الديل الاكس بي اس، فعموما الحته دي ملخبطه ناس كتير. الديل الاكس بي اس يا جماعه هو بالظبط الديل بريسيشن، سواء ال 5510 5520 و30 و40 وهكذا، بموديلات بقى الاكس بي اس المماثله ليها في المواصفات زي ال 9560 و50 9570 على حسب بقى الموديل بتاعه. كل واحد هتلاقي نفس المواصفات تيبيكال اللي في الديل بريسيشن هي اللي في الديل الاكس بي اس. طب ايه الفرق ما بين الديل بريسيشن والديل الاكس بي اس اللي بيتشابهوا مع بعض في المواصفات؟ دايما هتلاقي الاختلاف في كارت الشاشه بس. هتلاقي ان الديل بريسيشن بينزل بكارت الشاشه الانفيديا كوادرو، في حين ان الديل الاكس بي اس بينزل بكارت الشاشه جي تي اكس. انهي فيهم افضل؟ الاثنين بيبقوا تقريبا متقاربين جدا في الاداء، ولكن هتلاحظ ان الانفيديا كوادرو اعلى شويه من حيث الاداء في البرامج الهندسيه، ولكن الجي تي اكس طبعا بيكون افضل شويه في الالعاب. هل الفروقات ما بينهم بتكون ضخمه؟ لا، فروقات مش ملحوظه اصلا. وعشان كده الناس دايما اللي بتقعد تسالني انهي احسن، اشتري مثلا الديل الاكس بي اس ال 9550 ولا اشتري الديل بريسيشن ال 5510 او الاكس بي اس ال 9560 والديل بريسيشن 5520؟ الاثنين زي بعض بالظبط في كل حاجه، الفرق في كارت الشاشه. فشوف انت استخدامك ايه وحدد على اساسه هتشتري انهي واحد فيهم. عموما زي ما قلت الاثنين زي بعض بالظبط. السؤال اللي بعد كده بيقول ايه رايك اجيب لاب مستعمل وهيبقى ديل 5530 الاي 7 ولا جديد الهواوي ماك بوك 14 2021 الاي 5؟ طبعا بدون تفكير الديل ال 5530 احسن بمراحل. انت بتتكلم في جهاز كارت الشاشه بتاعه اعلى، بتتكلم في معالج اعلى بكتير جدا من الاي 5 اللي في الهواوي الماك بوك 14، بتتكلم في لاب بينزل منه نسخ بشاشه تاتش 4K احسن بكتير جدا عن الشاشه بتاعه الهواوي ماك بوك 14. حتى الهواوي اللي فيه لابات منه بتنزل بشاشه 2K، لا تزال شاشه ديل بريسيشن 4K احسن منها طبعا. السؤال اللي بعد كده بيقول ازاي نشغل كارت شاشه خارجي على لابتوب؟ فهنا لو انت تقصد حته ان انت ازاي كارت خارجي، ان انت تجيب كارت شاشه بتاع بي سي مثلا وتركبه على لابتوب والكلام ده، فالكلام ده عايز فيديو طويل جدا وشويه وصلات بقى وباور سبلاي وحاجات كده لفه كبيره. بس عموما لو عايز تعرف الطريقه هسيب لك فيديو تحت في الديسكربشن بتفرج عليه لقناه ثانيه. الفيديو كويس جدا وهيشرح لك الطريقه كلها بكل حاجه انت محتاج تعرفها عنها. لو انت مش قصدك بقى كارت شاشه بتاع بي سي وقصدك حاجه ثانيه، ففهمني برضو في الكومنتات بتاعه الفيديو دوت انت تقصد ايه بكارت شاشه خارجي تركبه على لابتوب. السؤال بعد كده بيقول افضل لاب للسوليد وركس ب 14000 في الوقت الحالي وبرامج الجرافيك افتر افكت وبريمير. بص انت عندك هنا في كذا لاب. اول حاجه لو انت الوزن مش فارق معاك خالص، فانت هتتجه للديل بريسيشن 7720 بدون تفكير، اللي بيجي معالج كور اي 7 جيل سادس مع كارت شاشه انفيديا بي 3000. الجهاز ده هتلاقي متوسط سعره في الوقت الحالي حوالي ال 14500 14700. طب لو انت حابب بقى تجيب حاجه اخف شويه في الوزن، هتتجه للزد بوك ال 15 جي 4 اللي بيجي معالج كور اي 7 جيل سابع مع كارت شاشه انفيديا ام 2200. وحاول تجيب الام 2200، بلاش الام 1200. الام 2200 اعلى شويه في الاداء وهيريحك شويه في الشغل بتاعك. فلو عرفت الام 2200 وكور 7 الجيل السابع بالنسبه للزد بوك، ده هتلاقيه في حدود ال 14
14500 برضه ل 14700، بس لو الوزن مش مهم معاك اتجه للدل، هيبقى افضل بكتير جدا في الاداء. السؤال اللي بعد كده بيسال عن لابتوب MSI GF63 النسخه اللي هي 10SC اللي معالج كوره 5 جيل عاشر وكارت شاشه GTX 1650. هل اللابتوب دوت مناسب للجيمنج؟ اكيد طبعا مناسب للجيمنج، هيشغل لك اي لعبه نزلت لحد دلوقتي، مع اختلاف طبعا الجوده بتاع كل لعبه وهيقدر يشغلها بقى بجوده ايه وكده، ولكن اي لعبه نزلت لحد دلوقتي هيشغلها عليه كويس. بس عموما نصيحه ليك، لو انت في مصر لابات MSI بتكون قطع غيارها قليله جدا في السوق المصري وغاليه جدا جدا، سواء كانت بقى بطاريه، كيبورد، هاوزنج مثلا لو بعد الشهر اتخبط منك. فاللاب عموما كامكانيات كويسه جدا، واللاب ما فيهوش مشاكل كتبريد وشاشه وكل الكلام ده كويس جدا، ولكن مشكلته في حته قطع الغيار على المدى الطويل. لو بعد الشهر حصل فيه مشكله صعب انك تجيب له قطعه غيار، ولو جبتها بتكون غاليه جدا عن الموديلات الثانيه. فنصيحتي حاول ان انت تجيب بنفس المواصفات لابتوب مثلا زي الاتش بي بافيليون 15، هتلاقي في الغالب بنفس السعر، وكمان هتلاقي قطع غياره بقى متوفره كتير وسعرها ارخص بكتير عن قطع غيار MSI. السؤال بعد كده، افضل لابتوب الالعاب ب 15000 جنيه، برضه نفس الاجابه بتاعت السؤال اللي قبل اللي فات اللي قلت فيه ان لو انت الوزن مش فارق معاك هتجيب الديل بريزيشن 7720 اللي بكارت بي 3000، ولو الوزن مش فارق معاك هتجيب الاتش بي زد بوك 15 جي 4 اللي بكارت ام 2200 ال 4 جيجا. السؤال اللي بعد كده بيقول ايه الفرق بين AMD وانفيديا وانتل في كروت الشاشه والبروسيسور، ولو هشتري لابتوب استيراد او مستعمل اتاكد انه ما تلعبش فيه او تغير فيه شيء ازاي، هل في برامج مثلا؟ اول حاجه بالنسبه للفرق بين AMD وانفيديا وانتل، فدي 3 شركات مختلفه. عندك اول حاجه بالنسبه للمعالجات، فانت عندك في معالجات بتكون يا اما انتل يا اما AMD، ودي ليها معالجات خاصه بيها ودي ليها معالجات خاصه بيها. طب هل في شركه منهم بتكون دايما احسن من الثانيه؟ لا، دايما هتلاقي ان مثلا في الجيل ده الشركه دي تفوقت شويه، في الجيل ده الشركه دي تفوقت شويه، بتختلف على حسب كل معالج وعلى حسب كارت الشاشه مدمج فيه وعلى حسب الجهاز، وبتفرق في حاجات تانية كتير. نفس الكلام برضو بينطبق على كروت الشاشه. بالنسبه لو انت هتشتري لابتوب استيراد وازاي تتاكد انه ما تلعبش فيه والكلام دوت، فاول حاجه انت بتعملها قبل ما بتشتري اصلا انك بتختبر الجهاز كله، تختبر كارت شاشه وبروسيسور والكلام ده كله، والاختبارات دي بتوضح لك بنسبه 99% لو كان اللاب بتلعب فيه قبل كده. طب ازاي تعمل الاختبارات دي كلها؟ هيطلع لك فيديو في الاي دلوقتي فوق، وهسيب لك الرابط بتاعته تحت في الديسكربشن، اتفرج عليه هيعرفك ازاي تختبر قطع اللابتوب كلها بطرق سهله جدا. طب دلوقتي ساعات في حاجات ما بتبانش في الاختبارات، زي مثلا يكون اتصين حاجه على بورده او كده، طب ازاي تعرف الكلام دوت؟ هنا بتروح لفني محترم، بتقف على ايده وتقول له انا عايزك تكشف لي بس على اللابتوب ده، او يا اما لو انت ليك فني تعرفه بتاخده معاك وانت رايح تشتري عند التاجر وبتخليه يشوف لك الجهاز قبل ما تشتريه بحيث تتاكد هل اتلعب فيه ولا لا. السؤال بعد كده بيقول افضل لابتوب بسعر من 8 ل 9 استخدام فوتوشوب وبعض الالعاب بس يكون شكله كويس وخفيف. احسن لابتوب في الفئه دي في الوقت الحالي هو الديل بريزيشن 3510 اللي بمعالج كوره 7 من الجيل السادس فئه HQ مع كارت شاشه AMD 2 جيجا، الرامات بيكون 16 والاس اس دي بيكون متوسط ال 256 جيجا، سعره في الوقت الحالي متوسط ال 9000 جنيه. السؤال بعد كده بيقول افضل لابتوب في حدود ال 2500 3000 جنيه يكون كوره i5 ورامات فوق ال 4 جيجا. من 2500 3000 تقدر في الوقت الحالي تشتري الديل 6430 او الاتش بي 8470 بي اللي بيجوا معالج كوره i5 من الجيل الثالث، رامات 8 جيجا، هارد 500 اتش دي دي، وحاول تركب بداله 128 اس اس دي بدل ال 500، ودول احسن لابتوبين تقدر تشتريهم في الوقت الحالي في الفئه دي. لو ما لقيتهمش تقدر تتجه للينوفو ثينك باد التي 430 برضه كويس جدا وهو بنفس مواصفاتهم. السؤال بعد كده بيقول اعرف ازاي ان اللابتوب ليه مدخل رام واحد او اكتر، وازاي برضه اعرف ان اللاب بيدعم الهارد الساتا والام دوت 2 والان في ام اي والكلام ده كله. بص، عشان تعرف كل الكلام ده في الطريقه السهله والطريقه الصعبه. الطريقه السهله انك بتكتب موديل اللاب على جوجل وبتكتب جنبه كلمه سبيكس او سبيسيفيكيشنز او كلمه مواصفات، هتلاقي اول موقع طالع لك على طول هو الموقع بتاع اللابتوب ده، سواء كان اتش بي او ديل او لينوفو ايا كان الشركه اللي انت بتقصدها في اللابتوب دوت، هيطلع لك الموقع بتاعها. اول ما هتدخل على الموقع هتلاقي المواصفات كلها مكتوبه من حيث بقى عدد بنوك الرامات، اقصى رامات بيقبلها، بيقبل انهي نوع من الهاردات. دي الطريقه السهله. الطريقه الصعبه بقى لو انت حابب تفك مثلا واللاب معاك ولا كده ومش عايز لسه تدخل على جوجل، فتقدر تفك ظهر الجهاز وتشوف فيه كام بنك رامه، بس ساعات في اجهزه بيكون بنوك الرام منها مستخبيه تحت الكيبورد مثلا ولا كده، فبدل التعب ده كله تقدر تدخل على موقع، والطريقه دي اسهل بكتير طبعا من انك لسه تفك الجهاز والكلام ده. السؤال بعد كده بيسال عن افضل نوعيه لابتوب وتابلت 2 في 1 اداء وكارت شاشه قوي وسعر تحت 7500 جنيه. بص، هو اول حاجه مفيش لابتوب ابدا في الوقت الحالي 2 في 1 اللي هو بيتحول تابلت والكلام ده كله مواصفاته قويه، وبالذات في كارت الشاشه قوي، لان انت عشان تاخد حاجه كارت شاشه قوي انت محتاج تبريد كويس، وتبريد كويس ما ينفعش يكون موجود في لابتوب وتابلت. تقدر يكون موجود في لابتوب بشاشه تاتش، ده ممكن تلاقيها موجوده عادي في حدود 7500، ممكن تلاقي لابتوب ولا حاجه، بس هيكون ساعتها المعالج طبعا فئه اليو. لو المعالج مش فئه اليو ساعتها هتضطر تتجه لحاجه ورك ستيشن، وهتنسى هنا بقى حته تابلت وشاشه تاتش والكلام ده كله. السؤال بعد كده بيسال عن لابتوب M6000
5800 اللي بكارت شاشه كي 3100 عايز تجربه اداء العاب ليه، فانا كنت عملت له فيديو تجربه اداء الالعاب هسيبه لك تحت في الديسكربشن. وبالنسبه لاسباب ان هو ممكن يكون الالعاب بتهنج حتى لو على لو او كده، فتقدر ان انت تشوف الفيديو اللي هيطلع لك في الاي دلوقتي فوق، اعمل الخطوات اللي فيه وان شاء الله المشكله تتحل. وبيسال برضو عن موضوع كسر السرعه في لابات الورك ستيشن. حته كسر السرعه في اللابات سواء كان ورك ستيشن او جيمنج او اي لابتوب عموما ما بنصحش بيها، لانها بتضر بالكارت الشاشه وبالبروسيسور. حتى لو كان الكيسه هتلاحظ دايما ان درجات الحراره بتعلى بكتير جدا عن الطبيعي بتاعها، وده بيسبب ان عمرها الافتراضي بيبدا يقل. ولكن في حته الكيسات فانت هتلاقي في ساعات كيسات بيكون تبريدها كويس فمش بتتاثر قوي بكسر السرعه، انما في اللابتوب اللابات بيكون اصلا تبريدها يا دوبك معمول انه يشغلك بالامكانيات اللي انت فيها دي، فانك تيجي كمان عايز تكسر السرعه فاعرف ان مهما كان تبريد الجهاز كويس عمره ما هيستحمل انك كمان تكسر سرعته، لان ساعتها التبريد هيبقى ضعيف تماما مقابل السرعه اللي انت هتاخدها، ومش هيكمل الجهاز معاك شهرين ثلاثه وهتلاقيه باظ، ده اذا وصل لهم اساسا. بالنسبه لايه افضل لابتوب في رينج ال 10 ل 12 شغل موشن جرافيك وبرامج الهندسيه، فافضل لابتوب في الوقت الحالي هو لينوفو ثينك باد بي 50. ده احسن لابتوب في الوقت الحالي تقدر تشتريه، اللي بيجي بمعالج كوره 7 من الجيل السادس مع كارت شاشه ام 2000 ام 4 جيجا. السؤال بعد كده بيقول ايه احسن لاب اداء دلوقتي مستعمل استيراد من 6 ل 8 بعد غلاء الاسعار؟ احسن حاجه من حيث الاداء لو هتضحي بالوزن هتاخد الديل بريسيشن الام 6800، لو عايز حاجه وزنها يكون اخف شويه هتاخد الديل بريسيشن الام 4800، اقل شويه في الاداء عن الام 6800 بس اخف منه شويه في الوزن واصغر في الحجم. كده احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. بفكرك قبل ما ننهي الفيديو ان لو عندك اي استفسار او اي سؤال تقدر تكتبه لي تحت في الكومنتات، او هسيب لك رابط جروب الفيسبوك تحت في الوصف تقدر تدخل عليه وتسال اي سؤال عندك، وفي ناس كتير جدا على الجروب ده كويسه ومحترمه هتجاوبك على طول. لو عجبك الفيديو دوت ما تنساش اللايك الجميل، تنزل حالا تشترك في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.